شیرینە ژوید لیرە جارەنینە ئەم دلێ من هەردەمگینە جارەنینە وێگە جێ ئەش وەرە کوشتم جارەنینە وێگە جێ ئەش وەرە کوشتم جارەنینە هەستکم ژێتە ئەمرێ مژ بۆتە نکارم بێتە ئەس بمرم بۆتە هەستکم ژێتە ئەمرێ مژ بۆتە نکارم بێتە ئەس بمرم بۆتە وەرە 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 شیرینێ دەرمان بکە بێرینێ وەرە 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 شیرینێ دەرمان بکە بێرینێ ئەمێ کاملا هێلینێ بەرە وەرە دەنگێ نالینێ بەرە وەرە دەنگێ نالینێ وێگە جێ ئاش وەرە کوشتم جارەنینە چقات بێژم ژێ جیهانێرە جارەنینە ئەو نەزانن چاکتینە جارەنینە هەستکم ژێتە ئەمرێ مژ بۆتە نگارم بێتە. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. شیرینه درمان بکە بێرینێ وەرە 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 شیرینێ دەرمان بکە بێرینێ ئەمێ کەملا هێلینێ وەرە وەرە دەنگێ نالینێ وەرە وەرە دەنگێ نالینێ. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. وەرە 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 شیرینێ دەرمان بکە بێرینێ وەرە 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 شیرینێ دەرمان بکە بێرینێ ئەمێ کەملا هێلینێ وەرە وەرە دەنگێ نالینێ وەرە وەرە دەنگێ نالینێ. خوشم وقاتينا لكولانا لبياتما أكثر خواشا لكولانا البنداتما وقاتينا ورا 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 شيريني دار ما بقى بيريني ورا 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 شيريني دار ما بقى بيريني عليك أغلى هيليني ورا تنجي ناريني. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.
يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام، معكم في سلسلة حلقات جديدة من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شيف حسن. متابعينا الكرام، نعود في هذه السنة لنتناول مواضيع وزوايا هامة من جوانب الصحة النفسية والجسدية، وبهذا اليوم وأولى حلقاتنا في هذا اليوم الهام، اليوم العالمي للمرأة. بهذه المناسبة نوجه من منبرنا هذا كل التحيات لكل الأمهات، الفتيات، الأخوات، النساء والكادحات، أطيب التحيات لهم بهذه المناسبة. وللحديث حول هذا اليوم الهام معي بالاستوديو الأخصائي النفسي دكتور خالد الحاج خلف. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح المستمعين، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير، سعيدة بوجودك معنا بأولى حلقاتنا بهالموسم من البرنامج الخاص عن الصحة الله يحفظك والله يعطيكم العافية على البرنامج الطيب. الله يعافيك. بداية دكتور ومتابعينا الكرام، نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضل. يصادف 8 من آذار من كل عام احتفاء دوليا باليوم العالمي للمرأة للإشادة بدورها وسهاماتها والصعوبات التي لا تزال تحول دون قيامها بدورها الفعال في كافة جوانب الحياة والمجتمع. وتعود جذور وأسباب هذا اليوم إلى عام 1856، حيث شهد خروج آلاف النساء إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجا على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرن على العمل تحت وطأتها. وقد تجددت المظاهرات الاحتجاجية عام 1908 عندما خرجت أكثر من 15,000 امرأة أمريكية في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد في إطار رمزي لحركتهن، وللمطالبة بتخفيض ساعات العمل، وقف تشغيل الأطفال، ومنح النساء حق الاقتراع. وبعد مرور عام من اليوم نفسه، وتحديدا في 8 من مارس آذار عام 1909، تم الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة تخليدا لذكرى تلك الاحتجاجات النسوية. هذا وخصصت منظمة الأمم المتحدة في عام 1977 8 من آذار كيوم عالمي للمرأة، داعية دول العالم إلى تبني يوم من السنة كيوم عالمي للمرأة، فقررت غالبية الدول اعتماد اليوم نفسه. للمزيد حول هذه المناسبة تابع معنا هذه الحلقة الخاصة عن يوم المرأة العالمي مع الأخصائي النفسي خالد الحاج خلف، ومن تقديم شيف حسن. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام، وصباحك دكتور خالد. خيرات المسرات إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك. في البداية دكتور، يعني لابد بهذا اليوم الهام من الإضاءة ولو بعجالة على مسار وسيرورة التحولات التي أدت لاتخاذ هذا اليوم 8 من آذار يوما عالميا للمرأة. تمام، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. اسمحي لي أنسى قبل ما نحكي عن قصة هذا اليوم، اسمحي لي بتوجيه تحية خاصة من منبركم لكل امرأة عم تتابعنا سواء بالبث المباشر بالإذاعة أو الفيسبوك، ولكل امرأة ذكية وناضجة وملهمة وصابرة وقوية، وتحية لكل نساء العالم. تحية لهذا الكائن اللطيف يلي عنده قدرة غريبة على التأقلم وعلى التجدد وعلى تقبل أي تحديات وتحويلها إلى حالة من الفرح والسعادة لكل من حولها. يستحضرني قول شاعر يقول: فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. وفي شاعر يقول أيضا: هي الضياء ومسك الأرض إن نفحت، هي الجمال وفيها الكون قد وصف، هي الجمال وفيها الكون قد وصف. نعود إلى قصة هذا اليوم. قصة هذا اليوم بدأت منذ قرن ونصف، منذ عام 1856. خرجت مجموعة من النساء مثل ما شفنا بتقريركم في أحد معامل النسيج في
نيويورك الأمريكية للمطالبة بالحقوق وتخفيض الساعات وعدم الاستغلال وتحقيق المساواة وإعطاء الأجور كاملة. للأسف قوبلت هذه المظاهرة بقمع عنيف جدا. نعم. تتالت المظاهرات بعدها وكانت بقمتها في عام 1908. خرجت أعداد كبيرة من النساء، كان حوالي 15,000 تماما، للمطالبة كذلك بالحقوق وعدم تشغيل الأطفال نعم. وزيادة الأجور للنساء والمساواة بالعمل. نعم. تكللت بعد سنة بالاحتفال بهذا اليوم، حيث كانت المظاهرة هون أشمل، يعني خرج تقريبا 1,000,000 شخص في هذا اليوم، وكان في احتفال بهذا اليوم في عام 1809 المطالبة بحقوق المرأة. استمرت هذه المطالبات وهذه المظاهرات حتى عام 1977، حيث أقرت الأمم المتحدة اليوم عالمي للنساء وخصصته في 8 آذار من كل سنة. غاية هذا العام لرفع الوعي بقضايا المرأة وتعزيز دورها بالمجتمع والحصول على حقوقها. نعم دكتور، يعني ما أهمية وجود هكذا يوم؟ يعني هنا سؤال يطرح نفسه في مسار ضمان تحقيق تقدم في واقع حقوق المرأة. يعني ما هي أهمية وجود هكذا يوم كمناسبة للاحتفال؟ نعم. وبنفس الوقت هي مناسبة أيضا للاحتجاج. تمام. خليني أقول أنسة أنه ننظر لهذا الأمر بشكل متكامل، بزوايا عدة. تماما. شلون متكامل؟ هناك في نساء وفي رجال، وتكمن أهمية هذا التكامل في أهمية الحياة. نعم. يعني طالما في هناك شريك وشريك يعني يشكل نسبة كبيرة في الحياة، فأهمية هذا الشريك بأهمية الحياة. نعم. طبعا أهمية هذا اليوم هو تسليط الضوء على إنجازات المرأة، على تعزيز الوعي لديها ضد مسائل العنف، وكذلك حقها في التعلم وتشجيعها لتحقيق طموحها. نعم. وكذلك أنسى تعزيزها، تشجيعها في تعزيز دورها في البناء، كونها شريك أساسي في بناء المجتمعات. نعم. طبعا إذا سمحتي لي الخلاصة من هاي الأهمية أنه ليس هذا اليوم هو مجرد احتفال، تماما، بقدر ما هو دعوة لخلق بيئة للمرأة متكاملة ومشجعة ومنصفة. نعم. إذن هو يوم له أبعاد عدة. نعم. له صور عدة. يوم للاحتفال بما تم تحقيقه من حقوق، نعم. أو ما اندزعته المرأة من حقوقها المشروعة من الواقع والمجتمع. نعم. وهو يوم للمطالبة والاحتجاج بتلك الحقوق التي لم تنله بعد. استمرار المطالبة بالحقوق. نعم. إذن هو يوم مهم ومفصلي في تقييم ماذا حقق وماذا لم يحقق. صحيح. تماما. صحيح. دكتور، خلينا نتحدث ما هي الحقوق التي يجب أن تكون مصانة للمرأة وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. تمام. هلا الحقوق، حقوق المرأة تستند إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات العالمية. نعم. طبعا هناك مثل ما تعرفين أنسة في حقوق عامة. نعم. وفي حقوق خاصة بالمرأة. نعم. الحقوق تتمثل في عدة يعني أمور، راح نذكر الأهم منها. حق المساواة وعدم التمييز. نعم. هاي واحدة من الحقوق. هناك حق في الكرامة. هناك حق يسمون الحقوق السياسية. نعم. في الترشيح أو الانتخابات. في حقوق اقتصادية، يعني منها العمل والتعلم وأخذ الأدوار المجتمعية. في حق الصحة والإنجاب، حق خاص للمرأة. في عندنا حق الحماية من العنف والانتهاكات والحماية بشكل عام. الخلاصة من
حقوق المرأة هو ضمان حياة كريمة خالية من التمييز والعنف. نعم. وتحقيق المساواة وأخذ الفرص. هاي الغاية من ذكر حقوق المرأة. نعم. حقوق تتعلق بالمرأة كإنسانة. نعم. وحقوق تتعلق بطبيعتها البيولوجية كمرأة وحياتها. نعم. دكتور ومتابعينا الكرام، عنا استطلاع أجروه زملائنا فريق راديو بوير مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. نستمع للآراء وبنرجع لنكمل حوارنا. طبعا بيرجع أصول الاحتفال بيوم عيد المرأة العالمي لأوائل القرن العشرين، واللي كانت فيه المرأة بتمر بظروف قاسية جدا في مجال العمل من ظلم ومن تمييز. وفي 8 من آذار من 1908 نظمت مجموعة من النساء العاملات في مدينة نيويورك مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور والمساواة بين الجنسين. ومن ثم تم اعتماد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1945 لجعل هذا اليوم يوم المرأة العالمي. وفينا نرفع الوعي عند النساء من خلال الورشات ومن خلال الدورات التدريبية والندوات، ومن ثم تثبيت حقوقهم من خلال القانون والدستور. طبعا في كثير تحديات تواجه المرأة، منها التحديات اللي تواجه المرأة إنه كيف هي تقدر توافق بين المنزل والعمل. طبعا هالتحديات كثير صعبة، كيف إنه هي طبعا تتحاشى الأضرار اللي تصير معها. هالشي يرجع لها بأضرار نفسية، يرجع لها بأضرار جسدية، يعني في تعب نفسي وجسدي يرجع للمرأة. المرأة قد ما كانت يعني هي مضحية للأجيال، قد ما عنت، ويعني مستحيل رح الرجل رح يعطي قيمتها. هلا اختير 8 من آذار كيوم عالمي للمرأة بسبب تتالي ثورات مطالبة المرأة بحقوقها، كمان تضامنها مع جميع النساء والمطالبة بالمساواة بينه وبين الرجل. لهيك اختيرها اليوم كتعريف لنضالها، قوتها، استمرارها. هلا بالنسبة تعزيز دور المرأة في المجتمع، المرأة هي قادرة أن تعزز نفسها بنفسها، قادرة أن تثبت مكانها بالمجتمع من خلال انخراطها بجميع المجالات، كمان من خلال مقاومتها، من خلال كيف فينا نقول شجاعتها أن تبدي رأيها، كونه في المنزل أو في ساحة العمل أو في الساحة العسكرية. يعني المرأة تركت بصمة ودورها كتير تعزز. ولكن في كتير نساء يعني إسا عندهم ضعف بهالموضوع، ما يعرفوا إيش هي واجباتهم وما يعرفوا إيش هي الحقوق اللي لازم يطالبوا فيها. حتى فينا نعزز دور المرأة من خلال سن تشريعات وقوانين تحفظ كرامة المرأة، وكمان خلق فرص عمل خاصة بالمرأة، ورش عمل لمساعدة المرأة لفهم حقوقها، لاطلاعها على يعني الأمور اللي تميز المرأة في المجتمع، دعم مشاريع خاصة بالمرأة، أو حتى دعم أفكار نسوية، يعني من ناحية القروض أو مشاريع نسوية صغيرة دعمها بالقروض. من هالشيء طبعا الميز الأبرز أو الأهم شيء هو دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة، اللي هو يعد الخطوة الأبرز بتقدم المرأة في المجتمع. أما بالنسبة للتحديات فاللي تواجه المرأة، أبرز تحدي تواجه المرأة هو نظرة المجتمع لها. يعني نظرة المجتمع لسه تشوف المرأة لساتها عضو غير فاعل أو عنصر مستهلك، وليس يعني عنصر مستهلك تمام وليس منتج. بهيك أوضاع يعني الصعوبات تزيد على المرأة. من جد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعينا الكرام، وصباحك دكتور. استمعنا للأصوات في استطلاعنا، كيف شفت الآراء؟ والله ما شاء الله، يعني حقيقة ألموا معظم الأفكار وحكوا عن التحديات، حكوا عن دور المرأة، حكوا عن التنميات الاجتماعية، حكوا عن كيف نقدر نواجه هذه التحديات. فاستطلاع جيد.
مهم. دكتور، من التحديات، من الأصوات اللي تناولت التحديات مسألة نظرة المجتمع. نعم. كيف يلعب نظرة المجتمع دورا وعائقا في حصول المرأة على حقوقها. مسألة نظرة المجتمع هون يمكن لها أبعاد كثيرة، من ضمنها قد تكون مسألة التوزع الجندري أو الأدوار الجندرية هي أحد أهم الصعوبات، أنه للأنثى هذه الأعمال وللرجل هذه الأعمال. تمام. ومسألة أنه فكرة أنه الأنثى هي دائما يعني نظرة مكتسبة وموروثة في مجتمعنا الشرقي، أنه المرأة هي عنصر مستهلك وليس منتج. يعني هناك تغيير في واقعنا، ولكن لا زالت يعني في بعض الجوانب، في بعض الأماكن، هذه النظرة وهذه التحديات تلعب دور مهم. هلا هون العادات والتقاليد تلعب دور كبير من هالناحية هاي. هناك عادات وتقاليد جيدة، يعني حتى نحث عليها ونقول يعني لازم تكون موجودة، ولكن هناك بعض التقاليد وبعض الأعراف يعني أثرت بشكل كبير على المرأة، وأثرت بشكل كبير على المجتمع وعلى الإنتاجية بشكل عام. صحيح. لذلك يعني الشيء السلبي لازم نتجاوزه، نحط له حد، نسعى انه لوصول الفهم والوعي للناس بتغيير هذا المفهوم. صحيح. ولا في تقاليد وعادات طيبة جدا نحافظ عليها ونركز عليها، وهناك تقاليد حقيقة أثرت بشكل سلبي. نعم، يعني لازال هناك الواقع يستدعي الحاجة للمزيد من العمل فيما يتعلق بتغيير الصور النمطية الخاطئة. نعم. يعني نعم حقيقة. وكثير نقاط أو كثير أصوات أشارت لنقطة مهمة، ومسألة أنه أهمية فهم المرأة لحقوقها. نعم. يعني إذا المرأة ما بتفهم، ما أنا واعية شو هن حقوقها، كيف رح تطالب يعني؟ نعم. هاي طبعا مهمتكم أولا. صحيح. مهمة الناس اللي عم تعمل الإعلام بالدرجة الأولى. الإعلام حقيقة. وحقيقة هذا البرنامج يعني مفيد جدا، ليس هو سرد معلومات. صحيح، وأحد أهدافنا أو كلام لا يأتي بنتيجة. نعم. حقيقة مشكورين جدا على هذا البرنامج. يعني أنا جيت وجيت أشكركم على تسليط الضوء على هذا اليوم، يعني وعلى هاي التحديات اللي حكوها أنت، حكيتي أنت أو حكوها الناس في البرنامج. وأدعو يعني جميع المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات الإعلام، جماعة التثقيف الصحي، جماعة التثقيف الإعلامي، يكونون إيد واحدة. منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع حقيقة هاي مسؤولية الجميع. نعم. في إيصال صوت المرأة وفي إيصال الوعي بحقوق المرأة. نعم. عند المرأة بالدرجة الأولى وفي المجتمع عامة. دكتور، إلى جانب الحقوق يعني هناك أيضا فكرة أخرى أريد أن أطرحها. هناك أدوار يجب لكل فرد من المجتمع أن يقوم بها، لكن لا زالت الكثير من النساء ومتابعين الكرام إلى جانب مسألة عدم فهم حقوقهن، أنه ما بيتمتعن بلعب أدوارهن في المجتمع. هنا السؤال: ما أهمية أن يكون الدور الفعال منوطا في تحقيق التنمية المجتمعية؟ تمام، سؤالك جيد. هسه إن جيت الأهمية دور المرأة في مثل ما قلت التنمية الاجتماعية، يعني المرأة قدمت وما زالت تقدم حقيقة بمستويات كثيرة. فإذا لاحظنا وجود المرأة في مجال التعليم، وجود المرأة في المشاركات الاجتماعية، في الأعمال الخيرية، في المشاركات السياسية. هنا تتحدث عن واقع المرأة في منطقتنا شمال شرق سوريا. هو مغاير فعلا لواقع المرأة في سوريا عامة. لا. ولكن في قبل ذلك المرأة كانت تلعب دور ولعبت دور حقيقة يعني. فلذلك أهمية وجود المرأة ودورها لا يقل أهمية عن وجود ودور الرجال. مثل ما قلنا هي شريكة بالحياة، شريك أساسي. تمام. ولعبت دور حيوي حقيقة. يعني لو أنه نجي لقراءة الواقع نراه في مجال التعليم، نراه في المجالات الاجتماعية الاقتصادية. حقيقة مصارف كثيرة تديرها النساء.
دكتور، يعني هون أنت بتشوف إنه الدور إلى جانب الحقوق، الدور الذي يجب الإنسان في له حقوق ولا له واجبات. تمام. هنا أحيانا المجتمعات اللي بتكون نسميها المجتمعات الشرقية أحيانا لا تعطي للمرأة حتى المجال لتقوم بواجباتها، وأحيانا بيتداخل الحق مع الدور ومع الواجب. وفقا لوجهة نظرك، يعني بتشوف أنه الواقع عندنا تغير نحو الأحسن، هناك تنويط نوعا ما للأدوار التي يجب أن تقوم بها المرأة إلى جانب بعض الحقوق التي اكتسبتها خلال سنوات من 2011 لهلا، يعني كان في تطور ملحوظ بمنطقتنا يعني خاصة. هلا بمنطقتنا هون حصلت المرأة على مكاسب كثيرة حقيقة. يعني كانت مشاركاتها قوية جدا. كانت يعني شفناها في مجال التثقيف، شفناها في مجال التعليم، شفناها في مجال المشاركة الاجتماعية. نعم. شفناها في مجال السياسة. نعم، خاصة المجال السياسي. تبوأت مقاعد كبيرة وتقدمت وأعطت نتائج، وحقيقة كانت مستشارات كبيرات في مجال صحيح. السياسة. صحيح. يعني نلاحظ إذا شفت نظرة للسياسيين ما في حزب أو ما في مكان إلا تواجدت فيه المرأة وكان لها دور فعال حقيقة في سن القوانين، في التشريعات، في الانتخابات، في القيادات. وخاصة دكتور ومتابعينا الكرام، هناك مبادئ تطبق في مناطقنا. نعم. الكثير من دول العالم لا تطبقها. مسألة مبدأ الإدارة المشتركة ليست موجودة في كثير من دول العالم. هنا الإدارة المشتركة هو مبدأ أساسي للإدارة في كل مؤسسات الإدارة الذاتية. نعم. المشاركة النسائية بكل الأصعدة، يعني تحدثت حتى يعني في المجالات العسكرية خاصة. نعم. لدينا قوات نسائية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. تماما. والجميل في مناطقنا متابعينا الكرام من كل المكونات وليس فقط مكون أو مكونين. صحيح. صحيح. حقيقة نوهتي المواضيع عدة. حقيقة المرأة يعني رأيناها في كافة المجالات وخاصة في الأيام الماضية، يعني في السنوات الماضية. نعم. طبعا قبل هاي السنوات حقيقة حتى المرأة أخذت مكانة من دخول الإسلام حتى حظيت، يعني كانت لؤلؤة مصونة حقيقة. الإسلام صانها وقدم لها كثير، يعني كثير، وكانت لها مكانة كبيرة. حتى كانت بالحروب أتذكر كانوا يأخذون النساء للتشجيع ويأخذونهم للضماد. هنا كانوا مشفى متنقل للنساء. نعم دكتور، هنا في هذا الزمن وفي هذه السنوات المرأة هنا في مناطقنا باتت رمزا للنضال في الحروب، بطلات ومقاومات، مكافحات، قائدات سلام. يعني باتت مثال يحتذى به سواء في العديد من الجوانب، يعني وخاصة الجانب العسكري. دكتور، في إطار قبل ما نتناول الإطار والمساعي لتقليل الفجوة، ما هي العوامل والتحديات اللي بتلعب دور أو بتحول من حصول النساء على حقوقهن؟ تمام. هلا ذكرتم بالتقرير من خلال الأخوة اللي قابلتهم بعض التحديات، منها مثلا العادات والتقاليد. صحيح. وحتى ذكرت في أنسة ذكرت أن المسؤولية الأسرية حقيقة هي تقع ضمن التحديات. مسؤولية الأسرة، التنشئة من الصغر، يعني على أهمية أنه حتى المسؤولية يعني تربية الأطفال وكذا. تحد كيفية تعزيز المفاهيم تقصد هنا. تماما. وكذلك عدم المساواة في فرص العمل وأشكال العنف التي تعرض لها النساء حقيقة كانت واحدة من التحديات. عدم أو نقص الوعي بحقوقها هي كمان من التحديات. في أحيان من التحديات عدم الإنصاف من قبل القوانين في بعض الدول، عدم وجود قوانين رادعة لحماية النساء. نعم. وخاصة نعم. من العنف يعني. نعم. فهي يعني مجموعة من التحديات شكلت عائق للمرأة في تحقيق طموحها وحقوقها. صحيح دكتور، في هذا الإطار يعني ربما من الجيد أن نسلط الضوء على أنه هناك قانون في مناطقنا، قانون الإسرة. نعم. الذي يحكم بالسجن ب10 سنوات لكل من يقتل يعني امرأة.
نعم. هي أحد القوانين الرادعة تلعب دور في هذا الأمر. نقص الوعي المجتمعي يحتاج إلى تثقيف. هلا هاي التحديات، من خلال هاي التحديات نقدر نستنتج طرق الإزالة أو العلاج أو طرق التوعية لحقوق الحصول. مثلا نقص الوعي من خلال التعليم. نعم. في عندنا من خلال المشاركة الاجتماعية أو المجتمعية، يعني لازم يكون في هناك تنظيم ورش عمل كما صار عندنا هون، تنظيم ورش عمل كثيرة، تنظيم اجتماعات للنساء. دور الإعلام، حقيقة دور الإعلام دور مهم جدا في تسليط الضوء على حقوق المرأة. نعم. هنا تتحدث الدكتور عن طرق التوعية العامة الهادفة لتقليل الفجوة بين الواقع كما هو والحال الذي يجب أن يكون عليه واقع حقوق المرأة. في هذا الإطار تطلق الحملات والشعارات، ومن ضمنها النقاط التي أنت أشرت لها. ما هي أهم تلك الطرق يعني التي تلعب دورا مهما في تحقيق الشيء المرجو منه فعلا يعني على أرض الواقع؟ هلا احنا بدنا نربط الأساس مع الواقع، تمام؟ فبدنا نوصل الفكرة الأساسية، نوصلها للعالم ونوصلها للمرأة بالأول، بالدرجة الأولى. نعم، بالدرجة الأولى. فالمشاركة الاجتماعية من خلال الندوات، حقيقة صارت عندنا ندوات كثيرة، حقيقة صارت عندنا ورشات عمل كثيرة. صحيح. من خلال الإعلام، من خلال البرامج الإعلامية، يعني برنامجكم حقيقة مشكور جدا. من خلال دعم المشاريع الصغيرة لتمكين المرأة اقتصاديا، تمكينها اقتصاديا. المشاركة في الحياة السياسية، حقيقة هذا كثير يوصل مسألة الحقوق. صحيح. عندنا مثل ما قلت لك التعليم، يعني فتح المدارس والتعليم وانتشار العلم، حقيقة هذا وحصولهن على حقهن في التعليم يعني. حقيقة نعم. صحيح. دكتور، خلينا نقيم يعني واقع المرأة السورية. يعني نحن بشكل عام نحن في بلد يعاني من أتون الحرب وما نتج عنه من دمار، تشرد والنزوح، وللأسف لحد الآن يعني. كيف أثرت النزاعات على واقع المرأة السورية برأيك؟ والله التأثير كان كارثي حقيقة. يعني احنا من خلال عملنا، من خلال عملي كأخصائي نفسي، التقيت في عدة أماكن بحالات حقيقة تبكي القلوب. يعني لا يسع المجال الذكرى، ولكن حالات كثيرة تدمي القلب. النزاعات أثرت بشكل عام، كان في انتهاكات للحقوق، كان في عنف، كان في تمييز، كان في تهجير، فقر، فقدان، حقيقة أنتجت عنها مشاكل نفسية قوية جدا، أنتجت عنها مشاكل جسدية، أنتجت عن غياب المرأة في ساحات القرار. صحيح. حقيقة النزاعات أثرت بشكل كارثي جدا، وخاصة الحرب أثر بشكل خاص على واقع المرأة، تلك النساء اللواتي هجرن من ديارهن ومناطقهن. وهنا نتحدث عن نساء اللواتي يقمن في مخيمات النزوح. يعني حقيقة احنا زرنا المخيمات وشفنا الوضع المأساوي للمخيمات، يعني كان الله في عونهم حقيقة. فالنزاعات أثرت بشكل كارثي مثل ما قلت، والحالات بالآلاف. يعني القصص والحالات ما المطلوب دكتور يعني، وخاصة يعني هنا واقع المرأة التي تعيش مجبرة تحت خيمة، يعني ما المطلوب من المنظمات الدولية، من الجهات العاملة هنا؟ يعني هناك منظمات تعمل في إطار مساعدة النازحين. نعم. هلا مسؤولية المنظمات دعم المشاريع. حقيقة هناك مشاريع كثيرة يجب دعمها المرأة، بحيث تتمكن المرأة من الاكتفاء الاقتصادي. هذا الاكتفاء الاقتصادي يمنعها من الاستغلال، يمنعها من الانتهاك، يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية. هاي أول المساعدات. الشيء الثاني التكاثف الاجتماعي حقيقة. يعني هذا مهم جدا. الكل، أي شخص يسمعنا أو أي شخص بهذا المجتمع معني بهذا المجال،
من كل الجهات يعني نعم. ليس فقط من جهة واحدة لا، أو التكاثف كامل. التكاثف اسمه تكامل، بالأصل تكامل حقيقة. فإذا ما تكاثفت الناس وساعدت حقيقة ما نقدر نطلع من هذا الواقع. يعني أي جهة مشكورة قدمت ما عليها، ولكن في هناك ما زال مطلوب كثير، يعني مثل ما قلتي يعني المخيمات ووضع النساء حقيقة وضع مزري. والأطفال هناك. دكتور، في كل عام طبعا تطلق شعارات سنوية، أكيد رح يكون في كل سنة هدف من الشعارات التي تطلق في اليوم العالمي للمرأة. هذا العام هناك شعارين رفعا: تسريع وتيرة العمل، والحقوق والمساواة والتمكين لكل النساء والفتيات. ما دلالة اختيار هذه الفكرتين يعني في الشعار لهذا العام؟ هلا شعار لهذا العام مثل ما قلتي هو شعارين، يعني شعار أساسي وهو الحقوق والمساواة والتمكين. نعم. وشعار ينبثق منه وهو مثل ما قلتي تسريع الجهود لتحقيق المساواة وتيرة العمل. تماما. هل هذا دلالة الشعار يسلط الفرصة الاحتفال بإنجازات النساء وما قدمته عبر العصور، وبالمقابل تسليط الضوء على التحديات المستمرة في هذه النقاط بالذات يعني. تماما. والتي ما زالت مستمرة. ونتحدث عن نقاط هامة: مسألة الحقوق، مسألة المساواة في العمل، المساواة في جوانب عديدة، والتمكين. يعني هذا الشعار يحتمل وجهين. الوجه الأول هو إبراز إنجازات المرأة، والوجه الثاني العمل في هذه المجالات، التحديات التي تؤثر على هذه الإنجازات. هذه المبادئ التي يشير إليها الشعار. تمام. بالمقابل يعكس التزام الأمم المتحدة لكونها مطلعة على أوضاع المرأة، يكون نتاج تقييمات سنوية. تماما. يعكس التزامها بحقوق المرأة واتخاذ قرارات جادة لوصول حقوق المرأة كاملة. نعم. إذن هنا يعني الأمم المتحدة من رفعها لهذا الشعار وهذه المبادئ تشير لأهمية العمل في مسائل المساواة وتمكين المرأة اقتصاديا وتسريع وتيرة العمل لنيلهن حقوقهن الاقتصادية بالدرجة الأولى. هنا يعني وكأن الأمم المتحدة تشير لأهمية على الدول أن تعمل في هذا المضمار في تحقيق هذه النقاط وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. كلامك صحيح. الأمم المتحدة تلزم نفسها وتلزم الآخرين، وخاصة دول الأعضاء في الاتفاقيات الموقعة. تماما بذلك. دكتور، جانب آخر أيضا من الاحتفالات السنوية بهذا اليوم العالمي مسألة تكريم المؤثرات والملهمات. إلى أي مدى تلعب قصص الملهمات دورا في تحفيز النساء وتشجيعهن؟ الله يعطيك العافية على السؤال الطيب. الله يعافيك. حقيقة تكريم الملهمات والناجحات والأم المثاليات شيء له عدة مهام. أول شيء تكريم واحتفاء وتشجيع، نعم، وإيصال صوت. فكل هذه تعتبر نتائج للتكريم. حقيقة يحضرني عدة نساء خلال معيشة أو الحياة. نعم. يعني راح نذكر 3 أمثلة. تفضل. من النساء. المثال الأول هو ماري كوري. نعم. حقيقة هاي المرأة بولندية. نعم. كانت تعيش في عائلة فقيرة، ولكن هذه العائلة متعلمة. اهتمت ماري بالكيمياء. نعم. ودرستها، كملت دراستها، انتقلت إلى باريس. تابعت الدراسة في الفيزياء، في مجال الفيزياء، وأخذت شهادات في الرياضيات وفي الرياضيات أيضا. نعم. التقت بالعالم بيير كوري. هذا كان عالم في مجال الكيمياء. نعم. عرض عليه الزواج وتزوجوا. نتيجة هذا الزواج اكتشفوا مواد من ضمنها البولونيوم. سمت هذا الاسم على اسم بلدها.
بولونيا. أيوة على بولونيا. مم. فاكتشفوا كمان الراديوم المشع. مهم. حصلت هاي ماري على جوائز نوبل. صحيح. الشيء المفرح أنها أنجبت بنت مهم. حصلت على جائزة نوبل بال 1935 في مجال الكيمياء. ما شاء الله. يحضرني كمان قصة لامرأة مم. هي أم الإمام أحمد بن حنبل. نعم. كانت الإمام أحمد بن حنبل كان صغير، مهم. كانت تفيقه على الفجر، مم. تسخن له الماء مم. وتذهب به إلى المسجد. هي تقف في الخارج تنتظر ابنها مهم. لحتى يخرج من الصلاة. نعم. فصار الإمام أحمد بن حنبل. ما شاء الله. في قصة كمان، مهم. قصة أم الإمام البخاري، حقيقة قصة يعني عجيبة. مهم. أم الإمام البخاري أبوه توفي وهو صغير جدا، وكان مصاب بالعمى. مهم. فأمه ظلت لديها طموح ولديها يعني فكرة أنه الله عز وجل راح يشفي ابنها. نعم. فظلت تدعو حتى شاف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام وقال شوفي ابنك. مهم. فاقت صباحا لقت البخاري يرى. فصار الإمام البخاري وصار له كتابه بعد القرآن مباشرة. نعم. الكتاب الأول بعد القرآن. فما بالك في هاي الأم التي يعني أنتجت هذه المواهب. صحيح دكتورة، تحدثت عن قصص من التاريخ، تحدثت عن قصة في مجال العلوم تطور نعم. النساء وقصص من التاريخ. هنا سنويا منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء سنويا تقوم بتكريم الكثير من الملهمات نعم. من كل دول العالم. ما الهدف من تكريم النساء في هذا اليوم خاصة؟ في هذا اليوم هناك الكثير من الفعاليات الدولية التي تقام لتكريم النساء الملهمات. ما أهمية تكريمهن في هذا اليوم؟ بالبداية أهمية تكريمهن أنهم يستاهلون أول شيء حقيقة، لأن النساء تستاهل التكريم وخاصة النساء الناجحات. الشيء الثاني تسليط الضوء على الإنجازات التي تقوم بها المرأة. نعم. يعني لأن هذه الإنجازات حقيقة قد تغيب عن مجتمعات كثيرة. الشيء الثالث تعريف المجتمع بهذه الإنجازات. نعم. الشيء الرابع وهو تعريف الناس بحقوق المرأة وتعريف الناس بالمرأة وما تقدمه المرأة وما ينتج عن هذه الأعمال. هناك رسائل ترسل للنساء، للفتيات، نعم. للمعنفات بأهمية أنهن يستطعن تحقيق التقدم نعم. إن أردنا. نعم حقيقة يعني رسائل ملهمة هاي، لأن كل قصة تكريم يكون خلفها تاريخ من العنف. نعم. تاريخ من الظلم، تاريخ من المحاولات محاولات تحدي الواقعهن. يعني حقيقة ما أنتج إنجاز إلا كان عمل لعدة سنوات. صحيح. وبذل جهود وبذل مجهود ويعني مثل ما يقولون سهر ليالي وتفكير وعمل وإجهاد. نعم. فما صار إنجاز إلا كان وراءه شيء عظيم. صحيح. وهنا يجدر الإشارة أنه بمناطقنا شمال شرق سوريا سنويا تقام نعم. يعني على مدار السنة وليس فقط في شهر أذار. نعم. هناك رياضات نسائية موجودة، هناك فرق نسائية موجودة، هناك مهرجانات خاصة بالمرأة، هناك العديد من النشاطات، وهناك تكريمات يتم تكريم النساء والفتيات وخاصة الملهمات. دكتور، بختام لقائنا إذا في رسائل بتحب إرسالها تفضل. الرسائل كثيرة حقيقة، يعني إيش ما نقول الرسائل بالنسبة للنساء قليل، لأن النساء هي أم وهي أخت وهي زوجة وهي بنت. فالرسائل هناك رسائل تقدير وامتنان حقيقة إلى كل أم. صحيح. إلى كل امرأة ملهمة. أنت القوة وأنت الجمال وأنت الأمل. أي السعيد لك. إلى كل صانعة الأمل وملهمة النجاح. أي السعيد لك. إلى تلك المضيئة بحبها وعطائها أيضا سعيد لك.
أنت قادرة على تحقيق المستحيل. ثقي بنفسك، احتفظي بإنجازك، احتفلي بها، حققي طموحاتك، أبدعي، لا تتوقفي. لا تتوقفي. كثير الشكر لك دكتور خالد الحاج خلف، أخصائي نفسي، كنت معنا تناولنا هذا اليوم الهام. كمان بدي أقول احتفي بنفسك أيتها المرأة الجميلة. النساء هن أيضا سياسيات، عسكريات، قائدات، كادحات، عاملات، ناشطات. لكل النساء كل التحيات بهذا اليوم العالمي للمرأة. وهيك حابة تضيف شيء دكتور؟ حاب أشكركم على هذا البرنامج، وكل عام وانتم بخير أنت وجميع النساء العالم، ونراكم بخير، وإن شاء الله نرى إنجازات كبيرة بالأيام القادمة للنساء، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير دكتور. هيك خلصت حلقتنا متابعي إذاعة بوير اف ام عبر الموجة 103.5 من قام شلو وريفها، ويلي رافقونا عبر البث المباشر على صفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. هيك خلصت حلقتنا الأولى من البرنامج الأسبوعي، البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك الشيف حسن. إلى حلقة أخرى، إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.